بتلعب صدر سواء بالبار او بالدمبل ولقيت حد بيقولك اوعى تعمل زاويه 90 عشان هتتصاب في الكتف. تعال نشرح لك. الحقيقه ان اجسامنا في تشريحها مختلفه عن بعض بدرجه صغيره، فممكن حد زاويه 90 تكون بتوجع له كتفه، حد تاني زاويه 45 او 75 تكون بتوجع له كتفه، وهكذا. تاني حاجه ان مرونتك وتعود جسمك على اداء الحركه بيفرق. يعني لو انت بتلعب صدر بالدمبل زاويه 90 ومتعود عليه وطلعت من وزن خفيف لوزن تقيل بيه، عادي مش هيحصل لك اصابه طول ما مفيش الم. لكن لو متعود على زاويه 75 وبقيت تشيل وزن تقيل فيها وفجاه حولت زاويه 90 بنفس الوزن التقيل من غير ما تجهز نفسك ليه، فانت كده عرضه للاصابات. طب ايه نصيحتي اليوم يا كوتش؟ 3 حاجات. 1. مفيش حاجه غلط وحاجه صح، جرب المناسب مع كتفك وما يسببلكش الم. 2. لو متعود على الاداء بوزن تقيل ما تحولش الاداء فجأة وتلعب بنفس الوزن، لازم تختبر بوزن خفيف عشان ما تتصابش. 3 ودي الاهم، اشترك مع جين يونيفرس لو عايز افضل خدمة اونلاين كوتش. ابعت لنا دلوقتي.